نعتبر إيمانا منا أن فيه قدرات طبيعية، الحمد لله ربي أعطانا الخير، فيه بترول، فيه غاز، فيه مناجم، عدد كبير من المناجم لم نستغلها إلى يومنا هذا. نعم. فيها الذهب، فيها اليورانيوم، نعم. فيها عدة أشياء، فيها الحديد، ولكن تدريجيا سنستغلها. نعطيك مثال. نعم. كنا ننتج الإسمنت، ولكن كنا نستورد كميات هائلة كذلك، لأن عندنا برنامج قوي بالنسبة للبنايات، بالنسبة للإنجازات، بالنسبة لكذا. فسجعنا منذ هذه السنتين الأخيرتين الاستثمار الخاص والعمومي، وبالأخص الخاص. نقدر نأكد لك اليوم أن بالنسبة للسنة المقبلة سنصدر الإسمنت إن شاء الله. نفس الشيء بالنسبة للحديد. كنا نستورد ما زلنا نستورد عدد كبير، عدد هائل من الحديد، ولكن حسب الاستثمارات اللي انطلقنا فيها خاصة وعمومية وبشراكة. عندنا مثال المعمل الكبير إن شاء الله السنة المقبلة سيدخل في الإنتاج في بلارة مع الإخوة القطريين 2 ملايين طن تاع حديد في السنة. كذلك أواخر 17 بداية 18 نعود نصدر الحديد. احنا نعم. كنا نستورد هذه نعم. الأشياء من سابق. خلال سنتين فقط دخلنا في سياسة نظرة جديدة، اقتصاد نوعي، وراح نوصل من مستوردين إلى دولة تصدر عدد أشياء خارج من المحروقات، لأن هدفنا الأسمى هو أن نبني اقتصاد خارج المحروقات. تكلمنا منذ سنوات وإحنا نتكلم، ولكن اليوم تراجع تاع أسعار البترول خلانا ناخذ قرارات بلا ما نمس بالمجتمع الجزائري في ظروف معيشته أو ظروف التطور الاجتماعي بصفة عامة. راكم تشوفوا في حتى تحسين الأوضاع. نعم. متماشيين مع هذا فيه تنوع في الاقتصاد الوطني. واحد ما يكونش رهين إلا المحروقات. احنا في حاجة للمحروقات، ولكن مهما تطورت الأسعار تاع المحروقات ما تقدرش تخليك تتحكم كما ينبغي في الثروة وفي الاقتصاد تاعك، وحتى في مستقبل نتاع أبناء الوطن. في إطار ميزانية الدولة نخصص 30 مليار دولار أمريكي إلا للجانب الاجتماعي. الطب مجاني، المدرسة من البداية النهاية مجان. في أشياء كثيرة اجتماعية الدولة هي اللي تمونها، ولكن باش نقدر نواصل هذا الجهد لازم كذلك نحصل على مداخل أخرى خارج المحروقات. هذا هو اللي مرغوم علينا، هو التحكم في القرار السياسي أو الاقتصادي سيادي. هذه مبادئ ما نتراجعش فيها، ما تراجعناش فيها وما نتراجعش فيها. باش نقدر نتحكم في القرار لازم تكون عندنا إمكانيات، وإن شاء الله